السلام عليكم. يعني من يوم ما اشتغلنا المشاكل دي على طول طالعه لنا. عربيه بتجيلي مليانه خرابيش، مطفيه، مجيره، مكشفه دهان. سبب الاربع حاجات دي غسيل ببريل وصابون، مسح فوطه زفره. منعنا الحاجه دي، سطح العربيه هيفضل مظبوط. اغسل عربيتك بشامبو وفي واكس، انت كده امنتها من حته الطفيان والتجيير، وتامنها من تكشيف الدهان كمان. طيب عايز تعلى في حته الحمايه كمان، تحافظ على عمر الورنيش اطول فتره ممكنه، هتطبق نانو سيراميك على العربيه ثانيه. طيب العربيه اصلا معاك وصلت للمرحله دي، بقت مليانه خرابيش ومتبهدله. حلها الوحيد التلميع العلاجي اللي احنا بنعمله عندنا في شد بلس بمنتجات كوشكيمي. دي شركه الماني معتمده على مرسيدس بنز. المنتجات دي من قوتها والاداء بتاعها على العربيه بترجع العربيه فعلا لحاله الزيرو. بيتم فيها علاج العربيه خرابيش سطحيه متوسطه. النانو سيراميك هتطبقه على العربيه بعد طبعا ما تتعالج او هي زيرو، هتثبت الحاله اللي انا هسلمها لك عليها. وعلشان كده بقول لك لازم تعمل نانو سيراميك. ليه؟ معانا عربيه بقى لها 6 شهور معموله نانو سيراميك، شايف اللمعه عامله ازاي؟ وعربيه بقى لها اسبوع معموله نانو سيراميك، شايف اللمعه عامله ازاي؟ الاثنين ما فرقوش عن بعض كتير. ده 6 شهور، ده اسبوع. وهوريك دلوقتي لقطه العربيه نانو سيراميك بقى لها سنه ونص. ما شاء الله الانزلاق عالي، اللمعه مظبوطه، مفيش اي مشاكل في العربيه. ده ليه؟ عشان بعد ما طبقنا النانو سيراميك على العربيه العميل حافظ على استخدام الشامبوهات المخصوصه للعربيه. عشان كده بنقول لك بلاش تستخدم المواد دي، استخدم حاجه مخصصه للسياره. عايز ترفع درجه الحمايه، خش في حته النانو سيراميك. العربيه هتفضل بتلمع، هتفضل محميه من الشمس، من الكيماويات، من اتربه، من العوامل الجويه. هتفضل العربيه مظبوطه معاك طول عمر النانو سيراميك المطبق عليها. رقم واحد في الحفاظ على سطح العربيه، ممنوع بريل وصابون. يطفي العربيه، يملاها خرابيش، يكشف الدهان، تضطر ترش بعد كده وتخسر من قيمه العربيه كتير. الحاجه الثانيه اللي بعديها مسح بفوطه الزفت.